بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنا بقى لي فترة ما طلعتش في فيديوهات، ويمكن بعيد عن موضوع الفيديوهات بقى لي فترة، بس في كذا موضوع يهم الرياضة المصرية ويهم كرة القدم بشكل خاص. قُلت إن أنا لازم أتكلم فيهم، ونفتح مع بعض حديث كده ونشوف هل إحنا بنتكلم صح والّا بنتكلم غلط. في البداية باوجه العزاء للمرة المليون لأسرة المرحوم كابتن أحمد رفعت. إيه اللي تم في موضوع الكابتن أحمد رفعت؟ ولا أي حاجة. إن أنا كتبت قبل كده على النت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إن الموضوع هينام، الموضوع نام بتاتا. خلاص الناس نست ونسينا ودخلنا في كذا موضوع تاني، واخرها ماتش السوبر وماتش البنات ما بين الاهلي والزمالك. موضوع الكابتن احمد رفعت نمره واحد هنرجع نفتحه تاني. مين اللي تسبب؟ مين السبب؟ وفين التحقيقات؟ وفين اللي تم؟ الموضوع نام زي كل المواضيع ما بتنام. كابتن ايهاب جلال، المرحوم الكابتن ايهاب جلال برضك توفى. الاثنين انا بربطهم ببعض نظرا للكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، الضغوط النفسيه. يوصفني ان انا قدمت مقترح اتوافق عليه من الفيفا ومن الاتحادات اللي خارج مصر. قدم الاتحاد المصري لكرة القدم قدم بقيادات لمشروعين. اول حاجه ده مشروع دراسه ماجستير ومنشوره والفيفا وافق عليه، خفض الضغوط النفسيه للاعبين وبرامج ارشاديه. ده العلم بيقول كده. تاني نقطه كيفيه تعبئه الطاقه النفسيه. الناس طبعا ما اقتنعتش، ويمكن من ضمن اسباب، كل حاجه بتاعت ربنا، لكن هنقول من ضمن اسباب الوفاه لبعض اللعيبه او ضغوط بعض اللعيبه او هروب بعض اللعيبه من اللعبه او ظهورهم بمستوى غير لائق عن مستواهم الاصلي، اللي هي الضغوط النفسيه. المفروض ان احنا بنعالجها وليها برامج بتتعالج وكيفيه تعبئه الطاقه النفسيه. طبعا الكلام ده هنركنه على جنب، الناس ما اقتنعتش بالكلام بالرغم ان الفيفا معايا توصيه من الفيفا بتطبيق البرامج وسرعه تطبيقها، وانها اتثبتت علميا من خلال تجارب قبل وبعد. نيجي بقى للموضوع الثالث اللي هو بتاع الشركه الالمانيه. انت سيادتك جايب شركه المانيه تدير الدوري المصري. هو الدوري المصري محتاج يدار بشركه المانيه؟ يعني انت بتنهي على كل اساتذه الاداره الرياضيه في مصر، مش هقول الشباب الصغير، لا اساتذه الكبار. يا سيدي الفاضل، احنا بندير دوريات ومؤسسات في دول الخليج وفي دول أوروبية. لو سيادتك مش عارف، الناس اللي حضرتك مش مقتنع بيهم في مصر، الناس دي بتغير سياسة رياضة وبتغير وبتعمل استراتيجيات في دول كتير جدا وبيتم الاستعانة بيهم. انت بتنهي عليهم، يعني انت بتوجه رسالة للعالم ان انا ما عنديش حد بيفهم وانا جايب ناس من بره. سيادتك جايب شركة ألمانية تدير الدوري المصري، تعمل البولة وتدير. طب هنتكلم بنقطتين، ان انت بتنهي على الناس اللي عندك ومش مقتنع بيهم وشايف ان الموضوع صعب قوي بالرغم ان انت عندك اباطره في هذا المجال. النقطه الثانيه، الشركه الالمانيه اللي جايه دي عارفه مقوماتك ايه، عارفه امكانياتك ايه، عارفه القسم الثاني فين والقسم الثالث، وان مفيش ملاعب، وان الملاعب رمله والملاعب تراب والمدربين ما بتاخدش فلوس، وان في مدربين فرق ما عندهاش دعم والكلام ده كله. انت جايب بس تعمل الشكل العام وتديهم دولارات والكلام ده كله، وحضرتك عايز تبعد الحاج عامر حسين عن الموضوع، يبقى مش بالشكل دوت. طب ما هو كده ولا كده الحاج عامر هو برضك اللي بيدير من خلال الشركه الالمانيه، لان مش هينفع يبعدوا بعيد عنه، لان هم مش هيجوا. اول ما هيجوا مش عارفين حاجه في اي حاجه. انت سيادتك كده بتنهي علينا كلنا، وده موضوع صعب جدا. منتخبات، اتكلمنا كذا مره في المنتخبات والافقار بتاع المنتخبات والكابتن وائل رياض. انت سيادتك بتجيب لعيب سوبر تمسكه المنتخب. الموضوع ده مش صحيح، مش صحيح. المفروض ان انت بتجيب مدرب اشتغل الفئه السنيه دي في الدوري العام على الاقل، على اساس يبقى عارف خصائص المرحله دي ايه، وعارف اللعيبه اللي هيشتغل معاها. مش كل لعيب سوبر تجيبه لسه مبطل من الاهلي ومن الزمالك ولا اخد اي دورات ولا اخد اي حاجه، وان هو عشان نجم يمسك الفرقه والناس تضرب دماغها في الحيط، والاختيارات بيتم من خلال الانديه الكبيره فقط. سيادتك احنا بنتكلم وبنقول ان مقومات كره القدم او اساسيات كره القدم اعمده: لاعب، مدرب، منشاه، الاداره الرياضيه. اول حاجه انت المدربين بتوعك، هل المدربين بتوعك سيادتك بتقوم بتثقيفهم؟ وزاره الشباب اتحاد الكره بيعمل دورات للمدربين بمبالغ ماليه باهظه. ما شفتش دبلومه او دوره مجانيه لتثقيف المدربين، كل الدورات بمبالغ كبيره. انت عندك سيادتك علم ان المدربين، في مدربين بتاخد 1000 جنيه و1500 جنيه
و2000 جنيه و600 جنيه، وفي ناس شغاله ببلاش. فالناس دي هتاخد الدورات ازاي؟ انت دورك فين ان انت تاهل المدرب بتاعك وتثقفه؟ دورك فين؟ دورك فين والفيفا بيديك دعم، لان ده بند اساسي للمدرب تثقفه. تاني نقطه، انت بتدفعه فلوس في الرخص وبتقول له لازم تاخد الرخصه. هل سيادتك مطبق الرخص؟ هل سيادتك مطبق ان مفيش مدرب ينزل على الخط لما يبقى معاه الرخصه؟ لا طبعا، لا. وهل سيادتك شايف ان الرخص بيتم اعتمادها في اسيا وفي دول الخليج؟ لا طبعا. يبقى انت ما بتثقفش المدرب، ده البند الاول. طيب البند الثاني، اللعيبه. هل انت سيادتك عامل مشروع لانتقاء واكتشاف الموهوبين تكتشف فيه اللعيبه؟ طب اللعيب يروح فين؟ الانديه دلوقتي في مصر اتقسمت نادي اجتماعي ونادي استثماري ومراكز شباب. مراكز الشباب دلوقتي الملاعب بتتأجر ومقفوله، وما بقتش زي زمان ان اللعيب الموهوب ممكن يروح يلعب فيها، مفيش اكتشاف. واللعيب بيبقى معدي من جنب مركز الشباب ما يقدرش يخش، يا حد مأجره مستثمر يا حد واخده وبياخد فلوس من اللعيبه، مفيش الكلام ده. الانديه الاجتماعيه اللعيب حدث ولا حرج، اللعيب الموهوب مش عضو في النادي فمش هيخش. طب المشكله الكبيره بتاعت الاستثمار، كل واحد النهارده رجل اعمال، عطار، فرارجي، مع احترامي ليهم، ما عمل لمين اخد نادي وبيلم من العيال فلوس وسجل في الدوري وبقى اسمه مستثمر. انتوا فاهمين موضوع الاستثمار الرياضي غلط، انت مش عارف تقننه سيادتك، انت المفروض تربطهم بالقواعد والاحكام والقوانين. كل واحد دلوقتي اي لعيب موهوب دلوقتي يروح فين؟ محمد صلاح وابو تريكه، واحنا قلنا ومن خلال تجربتي بقالي 20 سنه في اكتشاف الموهوبين، ولاد الناس الغلابه في الكره وفي النجوم هم دول الموهوبين اللي هيجيبوا لك كاس عالم. انا لما قدمت لسيادتك رؤيه لمشروع 2030 كاس عالم اكتشاف وانتقاء الموهوبين، سيادتك ما اقتنعتش بيه. فاللعيب النهارده الموهوب هيروح فين؟ محوش يدفع 3 و4 و5 وابوه يروح يبيع جاموسه ويبيع بقره ويبيع بيته، يروح فين؟ هيبطل، وانت ضيعت عليه كده الفرصه واصبحت مشكله. فالاستثمار انتوا بيدار غلط، ان هو اللعيب يدفع فلوس، وانا رايي ان اللعيب الموهوب ما يدفعش فلوس، ده يتصرف عليه، ده استثمار. تالت رابع حاجه، المنشآت الرياضيه. عندك منشآت رياضيه كتير في مصر كمراكز الشباب وغيره وغيره وغيره، حضرتك بتستخدمها في ايه؟ بتستخدمها في ايه؟ المفروض ان انت تستخدمها في انتقاء واكتشاف الموهوبين وتثقيف المدربين من خلال الدورات. هي دي النقطه المهمه. فاستثمار رياضي مفيش، تثقيف مدربين مفيش، انتقاء موهوبين مفيش، وتيجي في النهايه هو ده حال الكره في مصر. مدربينك اكبر مدربين في مصر وناس عندها علم كبير جدا وناس على اعلى مستوى من الثقافه، بيغيروا تاريخ دول بره وبيطلبوا بره. ويؤسفني ان انا مدربين كتير جدا كبار علميا وكبار من حته الثقافه بيدوروا ان هم يطلعوا يسافروا بره وبيقبلوا باقل المبالغ عشان يثبت نفسه، لانه حاسس ان هو متاخد حقه. امتى احنا ندي لكل واحد حقه؟ امتى ندي لكل واحد حقه من المدربين ان هو يتحط على الطريق السليم وان هو يقدر ان هو يثبت نفسه؟ فوجئت جدا احنا بنجيب شركه المانيه من بره اجانب، فوجئت جدا ان احنا بنجيب مدربين اجانب. مع احترامي، الاداره الرياضيه ايه اللي انتوا جايبينهم يحددوا لكم الدوري؟ ده انت رئيس لجنه المدربين الاستاذ الدكتور جمال محمد علي هو اساسا بتاع الاداره الرياضيه. يعني انا مش فاهم، انتوا مش مقتنعين بالناس اللي عندكم، مش مقتنعين بالمدربين، مش مقتنعين بينا، طب هتعملوا فينا ايه؟ طب موتونا احسن. يعني احنا بس بقى الناس دلوقتي بتطلع بره الصندوق، واحب اقول لكم ان ناس كتير جدا بيتم الاقتناع بيها بره مصر وبيغيروا تاريخ بره مصر وبيستفادوا بخبراتهم. مصر هتفضل مصر، ومصر هتفضل في القلب. لو انتوا قاعدين على الكراسي واخدين الكراسي وكل سنه وكل بطوله وكل دوره يتم الاخفاق وما يتمش محاسبه حد واحنا نفضل نتكلم، فان شاء الله وبعون الله وبعون الله وبعون الله وبعون الله هيحصل اكيد طفره ان شاء الله. احنا اللي هنغير للناس المحترمه خريطه الرياضه المصريه، خريطه الكره المصريه، لان احنا مش اقل من اي دوله نبقى موجودين. مش كل طموحاتنا ان احنا نفرح ونهلل ان احنا صعدنا لكاس العالم كل مره، على كده صعدنا لكاس العالم. الكلام ده مش مظبوط. احنا المفروض نبقى في مصاف الدول، نخش دور الثمانيه بايه؟ تجارب والاختبارات بتقول ان انت عندك احسن موهوبين في العالم، ده اتثبتت بالدراسات. لكن انت بتيجي في فتره من الفترات ما بتشتغلش عليهم ببرامج علميه، ما بتأهلش المدربين اللي تشتغل عليهم. النهارده اي مدرب عايز يشتغل اول ما يخلص ولسه شاب صغير ولسه بيشتغلوه مع مرحله البرامج الاكاديميه. دي مشكله. المفروض يشتغل في المرحله دي اكبر المدربين اللي عندهم خبره، لان دي اساس العماره.
المرحلة الصغيرة دي محتاجة قبل ما هي محتاجة مدرب، محتاجة مربي ومعلم للمهارة. تعلم الولد المهارة، تعلمه المهارات الأساسية، تفهمه، بيبقى فيه روح من التعاون، الاجتماعيات. الرياضة بتعدل سلوك، الرياضة بتحسن صحة، الرياضة بتشغل وقت فراغ، الرياضة بتكتشف موهوبين. سيادتك الأربع حاجات دول أما تشتغل عليهم، أنا النهاردة أما يجي لعيب كرة قدم بيمارس، هعدل له سلوكه واشغل له وقت فراغه من خلال الرياضة واحسن له صحته. جه معاه ان هو موهوب وتم اكتشافه كموهوب، بقى موهوب، محمد صلاح، ابو تريكه، غيره. ما جاش معاه، فانا طلعت انسان صالح للمجتمع، طلعت انسان ناجح، طلعت انسان عارف يعني ايه نظافته الشخصيه. اما يجي يكبر يخش في مرحله المراهقه، هيعرف ازاي يحافظ على نفسه. هتلاقيه رايح الجيم، ثقافته اتعدلت، شخصيته اتعدلت، رايح الجيم بيحافظ على صحته. الا من رحم ربي. فانت بتعدل سلوك، تحسن صحه. مش كلها هتبقى ابو تريكه ومش كلها. فانت ليه يا جماعه؟ ليه انا صعبان عليا البلد، صعبان عليا اللي بيحصل في المدربين، صعبان عليا اللي بيحصل في اللعيبه، صعبان عليا ان النهارده ولي الامر بيحاول يستلف عشان يدخل ابنه نادي بفلوس، وبيتقال له ايه بقى؟ ابنك عالمي. الولد ما بيبقاش عالمي ولا اي حاجه، استنزاف فلوس، اكاديميات بتاخد فلوس وخلاص، انديه بتاخد فلوس وخلاص. فدي مشكله كبيره جدا. احنا عندنا العاب كتير جدا، ما يمكن الولد ما هو في لعبه تانية. يعني انت كمدرب بضميرك الحي، فين بقى مراكز الشباب والانديه اللي تعمل مراكز لاكتشاف الموهوبين في جميع الالعاب؟ مش لازم بقى نعمل زي ما كنا عاملين قبل كده في الاستادات، مراكز للموهوبين وسبوبه وصفقه وده ياخد كذا محتاجه منظومه ومحتاجه اداره ومحتاجه استراتيجيات. الاستراتيجيات والمدربين والناس الكبيره اللي ما عندها رؤيه موجوده ومعاها، محتاجين الفرصه حد يقول لهم تعالوا يا جماعه عرضوا الحاجات دي ونشوف طبقا للامكانيات بتاعه المكان. انت الاول هتقول لي استراتيجيتك ومحتاج ايه. زي ما انا بقول للمدربين، انت محتاج النهارده تروح نادي، رئيس النادي تساله استراتيجيتك ايه؟ عايز تصعد؟ عايز اكتشف لك موهوبين؟ عايز تبقى في الدرجه اللي انت فيها؟ فبناء على الاستراتيجيه انا هعمل البرنامج بتاعي واطبق امكانياتي وقدراتي. اوكي. لكن النهارده انت خليت المدربين وصلوا لمرحله ان هو بيخش على النت يجيب اي تدريب يعرفه بيطبقه، ما بيراعيش الخصائص السنيه، ما بيراعيش المرحله اللي شغال فيها. بيلاقي تدريب برشلونه يطبقه على الاولاد الصغار، والعكس بيحصل. واصبحنا مهنه من لا مهنه له. لازم يكون في دور قوي لنقابه المهن الرياضيه، اللي هي النهارده المدرب يا عيني اما بيكبر في السن ومش لاقي يتحرك، ما بيلاقيش معاش 80 90 100 جنيه. دول يجيب بيهم ايه؟ يجيب بيهم دواء ولا يعمل ايه؟ وانا يؤسفني ان في كتير جدا من النجوم بتوع كرة القدم بنسمع ان هو اللي عيان واللي عايز علاج على نفقة الدولة واللي هنا واللي هنا. لازم نكرم الناس بتاعتنا، ولازم نأهل الناس بتاعتنا، ولازم نحترف نفسنا كمصريين وتحترم الناس بتاعتك، لان احنا من اعلى الدول على مستوى العالم فكر، ذكاء، تطور. وانا بعتز ان انا مصري وهفضل اعتز ان انا مصري، مع احترامي لكل الناس اللي ماسكه عن الكوره والرياضه والكلام ده كله. ناس يمكن معذوره، هم بيفكروا طبقا لامكانياتهم وفكرهم. ادوا الفرصه بقى يا جماعه لناس تانية تقدر ان هي عندها فكر ابتكار جديد. مش كل مره، وانا قلت الكلام ده لناس كتير جدا قبل كده في اتحاد الكوره، نفس مجلس الاداره هو احنا بنبدل كراسي موسيقيه، فلان يجيب فلان وفلان يجيب فلان وفلان يجيب فلان من ايام الصفر بتاع المونديال. المنتخب يقع يخفض، يجي بعد كده نهيج على النت والناس تكتب وازاي وليه وبتاع، يومين ثلاثه والموضوع ينام. زي موضوع مرحوم احمد رفعت، موضوعات كتير جدا، منتخبات الناشئين، منتخب 98 وغيره. ويوسفني ان انا اقول الكلام ده. نصحى يا جماعه، حافظ على الناس بتاعتنا، المدربين بتاعتك من اقوى المدربين على مستوى العالم، اللعيبه بتاعتك كويسين، محتاجين بس نظره للناس دي. سيادتك هتدي دورات، حاول تعمل دورات مجانيه تثقيفيها الناس. اذا كانت علم يا اخي عن صحتك، لو هتعمل رخص طبقها، ما يبقاش المدرب واخد رخصه وجنبه واحد تاني مستثمر او غيره عشان العلاقات بيدرب جنبه وانت مش عارف تقنن الموضوع. لان التدريب دلوقتي ما بقاش بالسي في، التدريب دلوقتي بقى بالعلاقات والتظبيط، وليها معايير اخرى غير معايير العلم ومعايير السي في. اعمل بوينت 1000 درجه كده لاختيار المدرب، 200 درجه على مؤهله، 200 درجه على ممارسته كلاعب، 200 درجه على الدرجات اللي خدها، على الدورات اللي خدها، 200 درجه على حصوله على بطولات مع فرق، 200 درجه على حصوله على بطولات مع كلاعب مثلا. واديله بقى هياخد هنا كام وهنا كام وهنا كام. تقدر تعمل معايير
للمدرب لاختياره للمنتخبات. مش كل مدرب النهارده الاقيه لسه مبطل ورايح يدرب وحافظ حبه تمرينات وهو واخدها او خبره، اوكي، لكن كره القدم دلوقتي بقت علم، مش عايزين نضحك الناس علينا، عايزين نفوق لنفسنا. الموضوعات اللي انا اتكلمت فيها دي كلها حاجات قاتله بصراحه، حاجات تزعل. انا بشكركم، معلش ان انا طولت عليكم. كان معاكم دكتور محمد المصري، السلام عليكم ورحمه الله. نقطه مهمه جدا عايز اتكلم فيها كمان، مباراه السوبر. وسيادتك النهارده مباراه السوبر سيادتك بتعملها ليه في السعوديه ولا في المغرب؟ مش فاهم يعني، مش فاهم حضرتك توصل يعني. النهارده انا عندي فرح ابني ولا فرح بنتي، اروح اعمل الفرح بقى اللي انا بفرح بيه. مباراه السوبر دي حاجه من ايام فيلم بين السماء والارض اللي كانوا في الاسانسير، حاجه حدث. انت النهارده اروح اعمل فرح بنتي ولا ابني في بيت الجيران؟ طب هل انا مش عارف ادير؟ ولا هل انا ما معيش فلوس اجيب جاتوه وفاكهه؟ ولا انا مش الفرحه بتاعتي انت رايح تعملها في دوله تانية وتخلي دوله تانية مع احترامي ليها كل الشكر ان هي دعمتنا وادتنا هدايا وادتنا دروع وعملت اقامه وخدت اللقطه علينا. انا عايز واحد بس يطلع يقول لي ليه مباراه السوبر ما بتتمش في مصر؟ ليه الفرحه دي ما بتتمش في مصر؟ سيادتك قول لي، مش عارف تدير ولا معكش فلوس؟ انت نظمت قبل كده 1000 حاجه، ليه تعمل فينا كده؟ وليه ليه خير؟ تحت بند ايه؟ بدل ما وزير الرياضه هو اللي واقف في المقصوره او اكبر القيادات واقفين في المقصوره بيتابعوا، خلي ناس تانية هي اللي واقفه بتتابع وهي اللي بتتنطط وهي اللي بتاخد اللقطه وهي اللي بتسلم الجواز، وسيادتك رايح ضيف عشان تاخد هديه وتاخد ميداليه؟ احنا بنهزر يا جماعه؟ ليه بتقلوا بينا كده وليه بتقلوا بالناس بتاعتهم؟ انا مش فاهم.